أغنى شخص في العالم في فترة السبعينات كان عربي وسعودي، وكان صديق مقرب لرئيس الوزراء ورئيس الدولة الإسرائيلية شيمون بيريز، ده غير علاقته الطيبة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. لكن الغريب لما يبقى أغنى شخص في العالم سعودي لكن ثروته ملهاش أي علاقة بالبترول، لأن أكتر فلوس جمعها في حياته كانت من تجارته في السلاح، وكان هو مورد السلاح الأكبر لإيران في فترة حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، لدرجة إن الرئيس العراقي صدام حسين طلع في تسجيل تلفزيوني وفتحه بشكل مباشر قدام ملايين العرب. ولو لسه ما تعرفش احنا بنتكلم عن مين، فاحنا بنتكلم عن رجل الأعمال والملياردير السعودي عدنان خاشقجي، واللي في وقت من الأوقات كان أغنى رجل في العالم، وبعدها بسنين قليلة أعلن إفلاسه. كان نسيب رجل الأعمال المصري محمد الفايد وخال دودي الفايد، اللي كان على علاقة غير شرعية بالأميرة ديانا أميرة التاج البريطاني، واللي توفوا في حادث مروري غامض ومش معروف تفاصيل الحادث لحد النهاردة. وكل النقط اللي قلناها في المقدمة دي ما بتشرحش 1% من المصايب والفضايح لعدنان خاشقجي. فكل الفضايح اللي أصابت العالم فترة السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات عدنان خاشقجي كان ليه دور فيها بشكل أو بآخر. فخلينا نحكي قصته من البداية. بس قبل ما نحكي القصة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك على القناة عشان يجيلكم كل الفيديوهات الجاية. اتولد عدنان خاشقجي في مدينة مكة سنة 1935. والده كان محمد خاشقجي وزير الصحة السعودي الأسبق والطبيب الشخصي لملك السعودية الملك عبد العزيز آل سعود. ولما عدنان بدأ الدراسة أصر والده إن يبعته أحسن مدرسة في الوطن العربي، ودي كانت كلية فيكتوريا الإنجليزية في مصر، واللي كانت في محافظة الإسكندرية، واللي كانت الدراسة فيها باللغة الإنجليزية فقط. المدرسة اللي اتعلم فيها عدنان حاجات كتير جدا، لكن أهم حاجة اتعلمها هو إزاي يتعامل مع الأجانب. وفي سنة 1952 واحد من أصدقاء عدنان في المدرسة أبلغوا إن والده هيجي زيارة لمصر عشان عايز يشتري بعض المنسوجات من القطن المصري. ساعتها نزل عدنان ولف اسكندرية شبر شبر يدور على مين الموردين اللي يقدروا يجهزوا شحنة المنسوجات بأفضل سعر وأعلى جودة. ولما استقر على مورد راح لوالد صديقه وقال له على كل التفاصيل. ولما تمت عملية البيع اتفاجئ عدنان إن والد صديقه بيكافئه ب 250 جنيه. 250 جنيه وقتها كانوا يعملوا حوالي $800. ساعتها شاف عدنان إن بيزنس الوساطة ممكن يتعمل منه فلوس كتير من غير مجهود الصناعة أو حتى التوزيع. وبعد ما عدنان خلص دراسته الثانوية طلع على أمريكا عشان يدرس الاقتصاد في ولاية كاليفورنيا. ومع بداية دراسته للاقتصاد بدأ يفهم إزاي البيزنس اللي بجد بيتعمل. فعلى سبيل المثال لما والده بعت له مبلغ من المال عشان يشتري عربية، عدنان أخد الفلوس وعمل بيزنس صغير لتأجير العربيات. فبقى كل اللي عنده عربية وعايز يأجرها بيديها لعدنان وعدنان بيأجرها له، وبياخد نسبة من كل عملية تأجير. ولما بدأت الفلوس تزيد في إيد عدنان راح أجر بيت أفخم من السكن اللي كان عايش فيه، وبدأ يعمل في البيت ده حفلات للأغنياء اللي كانوا في سنه، الحفلات اللي كانت مليانة بالخمور ومظاهر الطرف. الحفلات دي فتحت طريق لعدنان لصفقات أكتر يكون هو وسيط فيها ما بين الأغنياء اللي بيجوا الحفلات بتاعته، لدرجة إن شهرته وصلت لبلده السعودية اللي بقى معروف فيها إن أي حد محتاج أي حاجة من أمريكا يكلم عدنان خاشقجي وهو هيتصرف ويجيبها له. وبسبب قرب عدنان خاشقجي من العيلة المالكة في السعودية عرف إن شركة بن لادن السعودية عايزة تستورد عدد كبير من الشاحنات العملاقة من أمريكا، فتواصلت شركة بن لادن مع عدنان خاشقجي بسبب شهرته بشغل الوساطة ما بين السعودية وأمريكا. وطلبت شركة بن لادن من عدنان إنه يكون وسيط ما بينهم وما بين الشركة الأمريكية، وبالفعل عدنان قدر ينجح إنه يكون وسيط ويجيب لهم سعر ممتاز. وبسبب نجاحه في الصفقة دي شركة بن لادن كافئت عدنان ب $250,000، ودي كانت أول صفقة كبيرة في حياة عدنان، ومن وقتها اتفتح قدامه صفقات أقوى بكتير. ففي سنة 1964 في واحدة من الحفلات الفارهة اللي كان بيعملها عدنان خاشقجي Mr. and Mrs. Khashoggi and family. اتعرف على خبير اقتصادي في شركة لوكيد للأسلحة. الشركة دي اللي معروفة النهاردة باسم لوكيد مارتن، وهي أشهر شركة أسلحة في العالم. المهم الخبير ده فضل يتقرب من عدنان خاشقجي لحد ما بقى بينهم علاقة صداقة قوية. ساعتها قال له إن المعلومات اللي عنده بتقول إن السعودية عايزة تعمل صفقة طائرات حربية من طراز ستار فايتر 104 واللي معروفة باسم F-104.
فبسرعة بدأ عدنان يشغل العلاقات الخاصة بيه في السعودية لإقناع المملكة بصفقة الطائرات، ونجح إنه يكون وسيط ما بين المملكة العربية السعودية وشركة لوكيد للأسلحة في صفقة الطائرات الحربية. وفي الصفقة دي عدنان عمل مبلغ مهول. المبلغ اللي حققه من الصفقة دي خلاه يقتنع إن وساطة التجارة في الأسلحة على مستوى مختلف تماماً من القوة. بعد فترة تعاون عدنان مع شركة كومنولث الأمريكية اللي كانت بتدير قاعدة الزهران الجوية، ولو متابع فيديوهاتنا فأكيد عارف إن قاعدة زهران الجوية هي اللي اتدرب فيها الأمير سلطان بن سلمان قبل رحلته للفضاء، وعملنا عنه فيديو باسم أول رائد فضاء عربي. لكن خلينا نرجع لقصة عدنان. بعد ما عدنان أتم الشراكة بينه وبين شركة كومنولث، قدر يتوسط بين شركة رايسون لمبيعات الأسلحة والحكومة السعودية لتجهيز شبكة الدفاع الجوي الخاصة بالمملكة بقيمة $1,400,000,000. وفي الصفقة دي عدنان أخذ عمولة كبيرة جدا، لدرجة إنه قال إن المبلغ اللي أخده كان أكتر بكتير من كل توقعاته. بعد الصفقات الكبيرة دي اسم عدنان خاشقجي بقى معروف في العالم كله كأفضل وسيط لتجارة السلاح في الشرق الأوسط، وده خلى علاقات عدنان تزيد بشكل كبير ما بين الرؤساء وأمراء الدول المختلفة. ولو هنتكلم عن علاقاته بأمراء مختلفين فهخص بالذكر علاقته برئيس الفلبين وبزوجته إيميلدا ماركوس، وخليكوا فاكرين اسم إيميلدا ماركوس عشان هنرجع له تاني في القصة. لكن بعض الاستثمارات اللي عملها عدنان بسبب علاقاته القوية بالملوك والإمارات كانت زي مثلا إن عدنان راح لمصر وقابل الرئيس الراحل أنور السادات وأقنعه باستثمارات كبيرة هيعملها في مصر في قطاع الفنادق السياحية، ومن مصر طلع على السودان وأخذ من الحكومة السودانية موافقة على زراعة 1,000,000 فدان، ده غير استحواذه على قطع أراضي كبيرة جدا في المدن الأمريكية المختلفة زي مدينة سولت ليك سيتي ومدينة هيوستن، ده غير امتلاكه لمناجم للألماس في ولاية يوتا، ده غير امتلاكه لعقارات وفلل عملاقة في كتير من الدول المختلفة في أمريكا وأوروبا والوطن العربي. لكن عدنان كان عنده سلاح سري، السلاح ده هو المكان اللي بيستقبل فيه الشخصيات المهمة اللي بيحتاجهم عشان يخلص الشغل بتاعه. المكان ده كان يخت عملاق اسمه يخت نبيلة. في اليخت ده كان بيتجهز ويتنفذ أكبر الصفقات اللي عملها عدنان خاشقجي في حياته، لكن قبل الصفقة ما تتم لازم يبسط كل الضيوف والرواد اليخت بالوسائل اللي هم بيفضلوها واللي عدنان بيدبرها لهم بأي شكل، سواء كانت مخدرات أو خمور أو حتى فتيات ليل. ومن أشهر الصفقات اللي اتعملت على اليخت بتاع عدنان خاشقجي هو صفقة اتعرفت باسم صفقة اليمامة، وهي عبارة عن مبادلة النفط بالسلاح ما بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا بقيمة حوالي $20,000,000. وصفقة تانية من اللي اتعملت على يخت عدنان هي صفقة تهريب يهود الفلاشة لإسرائيل. يهود الفلاشة هم طائفة يهودية متمركزة في منطقة أثيوبيا، واللي كان بيستغلهم الكيان في حاجات كتير في فترة السبعينات والثمانينات، وكان عدنان خاشقجي ليه دور كبير في تهريب يهود الفلاشة من أثيوبيا لإسرائيل بمساعدة المافيا والرهبان المسيحيين في دولة إثيوبيا. وفضلت استثمارات عدنان وفلوسه تزيد سنة عن سنة، ومع كل صفقة مشبوهة يعملها يزيد قوته وسلطته في العالم كله، لحد ما بدأت الصفقة اللي دمرت إمبراطور السلاح عدنان خاشقجي، الصفقة اللي اتعرفت باسم إيران كونترا. And as personally distasteful as I find secret bank accounts and diverted funds, well, as the Navy would say, this happened on my watch. Let's start with the part that is the most controversial. It was a mistake. I undertook the original Iran initiative in order to develop relations with those who might assume leadership in a post-Khomeini government. لكن عشان نفهم ايه هي إيران كونترا لازم نفهم ايه الوضع السياسي في إيران في فترة الحرب الباردة. ففي سنة 1951 انتخب محمد مصدق رئيسا للوزراء في إيران، وكان عنده شعبية كبيرة بعد ما أمم صناعة البترول والنفط الإيراني اللي كان مستولي عليها الشركات الأجنبية بشكل كبير. لكن تمت الإطاحة بمحمد مصدق سنة 1953 في عملية سرية أنجلو أمريكية داخل إيران، ودي كانت المرة الأولى اللي بتتدخل فيها الولايات المتحدة بشكل مباشر للإطاحة بقائد دولة أخرى في فترة الحرب الباردة. وبعد الإطاحة برئيس الوزراء أصبح الشاه الإيراني استبدادي أكتر بكتير. ازدادت عمليات الاعتقالات التعسفية والتعذيب في أقسام الشرطة السرية اللي كانت بتستخدم عشان تخفي كل أشكال المعارضة السياسية. في الوقت ده أصبح آية الله روح الله الخوميني ناقد سياسي نشيط جدا للشاه في إيران،
واللي بيفضح الحكومة بشكل علني قدام الناس. وبسبب كده تم القبض على الخميني وسجنه مدة 1.5 سنة، وبعد الإفراج عنه سنة 1964 نفاه الشاه الإيراني للولايات المتحدة، وبعد كده راح الخميني لتركيا ومنها للعراق وبعد كده فرنسا. وفضل الوضع في إيران صعب وقمعي لحد شهر يناير سنة 1978 في المظاهرات اللي اتعرفت بعد كده بالثورة الإيرانية أو الثورة الإسلامية. فبعد اضطرابات وتظاهرات شلت البلاد اقتصاديا واجتماعيا، هرب الشاه الإيراني من بلاده في يناير سنة 1979، وبعدها رجع آية الله الخميني من المنفى لطهران، وبدأ يوعد الناس بنظام جديد عادل في البلاد وآمن لكل الناس. وفي إبريل من نفس السنة أصبحت إيران جمهورية إسلامية رسمياً، وده بعد استفتاء اتعمل في ديسمبر سنة 1979. في الاستفتاء ده تم الموافقة على دستور ثيوقراطي، واللي معناها حكم رجال الدين أو الحكومة الدينية للبلاد. وطول الفترة اللي احنا بنتكلم فيها كانت كل الأسلحة اللي بتتباع لإيران هي أسلحة أمريكية، وده لحد يوم 4 نوفمبر سنة 1979 لما استولت مجموعة من الطلبة الإيرانيين على السفارة الأمريكية في طهران، واحتجزوا أكتر من 50 موظف من السفارة كرهائن. وده بعد رفض أمريكا تسليم محمد رضا بهلوي الابن الأكبر للشاه الإيراني للحكومة الجديدة في إيران لمواجهة المحاكمة بعد هروبه من البلاد. فبدأ التفاوض بين الرئيس الأمريكي وقتها جيمي كارتر والثوار الإيرانيين عشان الإفراج عن الرهائن الأمريكان من السفارة الأمريكية. A grave situation in Iran where our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages in an attempt to force unacceptable demands on our country. Our position must be clear. I am ordering that we discontinue purchasing of any oil from Iran for delivery to this country. وفي سنة 1981 أفرج عن الرهائن أخيراً وفقاً لاتفاقية الجزائر، لكن حتى بعد الإفراج عن الرهائن ده ما منعش غضب الرئيس الأمريكي من احتجاز رهائن أمريكان في دولة أجنبية لمدة زادت عن 14 شهر. فتم إصدار قرار بوقف بيع السلاح الأمريكي لإيران إلا بموافقة الكونجرس الأمريكي، وده كان نوع من أنواع العقاب للحكومة الإيرانية على اللي حصل منهم تجاه الرهائن الأمريكان. لكن المفاجأة إن بعدها بشهور قليلة بدأت حرب الخليج الأولى، الحرب اللي كانت ما بين العراق وإيران. ولأن أغلب السلاح الإيراني كان سلاح أمريكي فبدأت الذخيرة والمعدات تخلص وتهلك بسرعة. ومع قرار منع تصدير السلاح الأمريكي لإيران بدأت إيران تلمح إنها تتجه للاتحاد السوفيتي عشان تشتري منه سلاح، وبدأت المفاوضات ما بين إيران والاتحاد السوفيتي لشراء السلاح. ودي كانت أخطر حاجة ممكن تعملها إيران لأمريكا في فترة الحرب الباردة، وهو التخلي عن أمريكا والاتجاه للاتحاد السوفيتي. وعلى الناحية التانية من العالم في أمريكا الوسطى كان في دولة اسمها دولة الهندوراس. الدولة دي كان الحكام بتاعها مواليين للاتحاد السوفيتي، فبدأت تظهر جماعات متمردة اسمها قوات الكونترا عايزين ينقلبوا على الحكام المواليين للاتحاد السوفيتي، وده بسبب موالاتهم للولايات المتحدة الأمريكية. وفي الفترة دي أمريكا كانت عايزة تدعم الجماعات المتمردة لكن بطريقة غير مباشرة، لأن دعم الجماعات المتمردة مخالف للقانون الأمريكي. وفي نفس الوقت عايزة تدعم إيران بالسلاح عشان ما تتجهش إيران للاتحاد السوفيتي. ومن هنا جت كلمة إيران كونترا، عملية مشتركة تقدر فيها أمريكا تدعم إيران والقوات المتمردة في الهندوراس عشان ما يتجهوش للاتحاد السوفيتي. فكان حل الإدارة الأمريكية هو استخدام إسرائيل عشان تنفذ العملية القذرة. فمن ناحية إسرائيل هتبيع السلاح لإيران، ومن فلوس بيع السلاح هيتم دعم الجماعات المتمردة في الهندوراس، وبكده تكون أمريكا رسمياً بره الصورة. لكن عشان عملية زي دي تتنفذ كانوا محتاجين وسيط سري معروف بتعاملاته القذرة في تجارة السلاح، ومين يقدر يكون وسيط في صفقة بالقذارة دي أحسن من عدنان خاشقجي. فبدأ عدنان يتواصل مع الأمريكان عشان إزاي يتم تنفيذ الصفقة دي، واتفق معاهم إن نسبته من الصفقة هتكون 15%، وبالفعل تمت الموافقة على النسبة دي. ووعدوه إن في خلال تحرك الصفقة وبيع الأسلحة هيتم إعطاء عدنان خاشقجي نسبته على دفعات. فبدأ عدنان يشتغل على الأرض عشان تتم الصفقة، وبالفعل انتهت المرحلة الأولى والثانية من الصفقة. لكن عدنان لاحظ إنه ما أخدش فلوس لحد دلوقتي، ولكنه استمر في الشغل لحد ما انتهت الصفقة بالكامل. ولكن على عكس المتوقع عدنان ما أخدش أي نسبة في العملية دي، بل إن بعض التقديرات بتقول إنه خسر أكتر من 10 مليون دولار دفعهم من جيبه الشخصي كرشاوي لإتمام الصفقات. فبدأ عدنان يتواصل مع المخابرات الأمريكية ويطالبهم بفلوسهم من الصفقة،
لكن ساعتها بدأت المماطلة من المخابرات الأمريكية لفترة طويلة، لحد ما عدنان هدد CIA إن لو ما تمش دفع مبلغ النسبة كامل في خلال أيام هيفضحهم في العالم كله إن هم اللي بيبيعوا السلاح لإيران، وهم برضو اللي بيدعموا حركات التمرد في الهندوراس. ودي اللي كانت فضيحة ما تقدرش تتحملها لا المخابرات الأمريكية ولا الرئيس الأمريكي في فترة الحرب الباردة. لكن في نفس الوقت المخابرات الأمريكية ما ينفعش تتهدد، ففي يوم وليلة قلبت المخابرات الأمريكية على عدنان 180 درجة. وفي لحظة اتفاجئ عدنان خاشقجي بمحكمة فرنسية بتتهمه هو و10 أشخاص رجال ونساء في إدارة شبكة دعارة في فرنسا. ولما راح عدنان لفرنسا عشان يشوف إيه إجراءات المحاكمة، اتفاجئ إن ال10 أشخاص المتهمين معاه كلهم كلامهم واحد، كأنه سكريبت مكتوب ومحفوظ، إن عدنان خاشقجي هو اللي مسؤول عن شبكة الدعارة، وهو اللي بيدير كل تفاصيل فتيات الليل مع الرجال المهمين في فرنسا. لكن لحسن حظ عدنان المحامي بتاعه كان شاطر جدا، وقدر يطلعه من كل الاتهامات اللي كانت موجهة ليه، لكن دي كانت مجرد البداية. فبعد انتهاء قضية الدعارة الفرنسية، طلع عدنان باليخت بتاعه على اليونان في رحلة سياحية، وهناك فضل عدنان يمارس كل أنواع الطرف من شرب ولعب للقمار في أحد الكازينوهات المشهورة في اليونان. وأول ما خلص ليلته ورجع لليخت بتاعه، تفاجأ برجال من الشرطة اليونانية بيقتحموا عليه اليخت وبيقبضوا عليه بتهمة تهريب دولارات خارج البلاد. وقبل ما عدنان يوصل للسجن، كلم صديق ملياردير ليه يوناني عشان يحاول ينقذه من الورطة اللي هو فيها. وبالفعل نجح صديقه الملياردير اليوناني بعلاقاته إن يطلع عدنان من اسم الشرطة، لكن طلب منه إن لازم يغادر اليونان على الفور، وإن كل اللي عرف يعمله رجل الأعمال ده هو إن يشتري شوية وقت لعدنان عشان يهرب، ولمح له بطريقة إن شوف أنت مزعل مين ليه قوة في العالم كله وحاول تصالحه. ساعتها فهم عدنان إن كل المصايب اللي بتحصل له دي مش صدفة، وإن وراها المخابرات الأمريكية. فاتجه عدنان على سويسرا، وأقام في فندق هناك عشان يرتب بعض أوراقه قبل التواصل مع المخابرات الأمريكية. لكنه اتفاجئ إن يوم 18 إبريل سنة 1889 بإن الشرطة السويسرية اقتحمت عليه أوضته في الفندق وقبضوا عليه. ولما سألهم إيه سبب القبض عليه، قالوا له إن مسؤول الأمن والمخابرات الأمريكي في سويسرا قدم مذكرة بتوضح إن مطلوب اعتقال عدنان خاشقجي وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية. وبالفعل تم تسليم عدنان خاشقجي للولايات المتحدة الأمريكية بعد ما قضى 60 يوم في السجون السويسرية. وأول ما وصل أمريكا تفاجأ إنهم فاتحين كل الملفات والفضايح القديمة لعدنان خاشقجي، واللي واحدة منهم كانت قضية تهريب باسم قضية إيميلدا ماركوس. فاكرين إيميلدا ماركوس اللي اتكلمنا عنها في أول الحلقة، اللي كانت زوجة رئيس الفلبين، واللي قصتها باختصار إن سنة 1985 كانت علاقة عدنان خاشقجي برئيس الفلبين وزوجته علاقة جيدة جدا. لكن بعد اندلاع مظاهرات قوية جدا في الفلبين، قرر الرئيس وزوجته إنهم يهربوا من البلاد. لكن قبل ما يهربوا حبوا يسرقوا أي حاجة يقدروا يسرقوها. فساعتها تواصلت إيميلدا ماركوس زوجة الرئيس الفلبيني مع عدنان خاشقجي إنها عايزة تبيع 31 لوحة أثرية بقيمة 10 مليون دولار. لكن ولأنها كانت عايزة تبيع اللوحات بسرعة جدا، وعدنان مش هيلحق يكون وسيط في بيع لوحات زي دي، فقرر إنه يشتري اللوحات من ماله الخاص كنوع من المجاملة لرئيس الفلبين ولزوجته، ويبقى يبيع هو اللوحات دي في وقت تاني يكون هو فاضي فيه. لكنه اكتشف إن ال31 لوحة اللي اشتراهم من زوجة رئيس الفلبين إيميلدا ماركوس كانت سرقاهم من متحف متروبوليتان في مانيلا عاصمة الفلبين. فكان الاتهام اللي موجه لعدنان خاشقجي هو إنه ساعد في تهريب لوحات أثرية بملايين الدولارات. فبدأ عدنان يجهز المحامين بتوعه عشان المحاكمة اللي هيتحاكمها بسبب اللوحات الأثرية. وقبل ما ينتهي من محاكمة اللوحات الأثرية، تفاجأ بقضية تانية بتتفتح له، وهي قضية مباني منهاتن، واللي اتهم فيها بتزوير أوراق مباني تم بنائها في منطقة منهاتن. ومن القضية دي انشقت قضية تانية بتفيد إن عدنان خاشقجي احتال على البنوك الأمريكية في مبلغ 196 مليون دولار. وفضلت القضايا تتفتح واحدة ورا التانية، ومع كل قضية يكتشف عدنان خاشقجي إن كل علاقاته القوية اللي عملها في العالم اتخلت عنه أول ما المخابرات الأمريكية قلبت عليه. فبدأ عدنان يدخل في دوامة من الشرب ولعب القمار، الدوامة اللي دمرت أغلب ثروته. وكانت الصدمة الكبرى لما اكتشف إن مناجم الألماس بتاعته في ولاية تيوتا تم غرقها، واللي كانت قيمتها أكتر من 2 مليار دولار. فبدأت حياة عدنان تتدمر واحدة واحدة لحد ما أصيب بمرض الباركنسون، أو اللي معروف بالشلل الرعاش. وفضلت الخسائر المادية تتوالى على عدنان لحد ما أعلن إفلاسه بعد فترة قليلة. مات عدنان خاشقجي عن سن 82 سنة في لندن عاصمة بريطانيا، بعد ما ضيع كل الباقي من فلوسه على الشرب والقمار. ودي كانت نهاية أكبر تاجر سلاح عربي
وأغنى شخص في العالم في فترة السبعينات. لو عجبكم الفيديو بتاع عدنان خاشقجي فأكيد هيعجبكم الفيديو ده. وقبل ما انهي الحلقة أحب أقول إن الفيديو ده كان بسبب طلب من أحد المتابعين في الكومنتات، فلو في مؤسسة أو شخصية عربية أو عالمية حابب نتكلم عنها اكتب لنا في الكومنتات مين هي وهنعمل عنها حلقة مستقلة. وافتكروا دايما إن القصة وراها حكاية.